أول مرة بحضّر مكدوس لحالي بدون مساعدة وبدون توجيه، والنتيجة فعلًا صدمتني، طلع كتير طيب، كتير طري، وعن جد بيشهي. تعالوا شوفوا معي خطوة بخطوة كيف حضّرته بطريقة كتير سهلة ما عاد حدا ياكل هم تحضير المكدوس بعد اليوم. أول شي منجيب الباذنجان، طبعًا كمية الباذنجان ونوع الباذنجان وحجم الباذنجان هاد كلّه اختياري. أنا جبت الباذنجان الحمصي، وأنا بفضّل إنه تكون حجم المكدوسة صغير، وكمان إذا كنتو أول مرّة بدكن تعملوا مكدوس لحالكن فيُفضّل إنكن تعملوا كمية صغيرة. أول شي متل مو شايفين بالفيديو ما بشيل راس الباذنجاناية كلّا، بس الجزء القاسي من فوق العودة يعني، وبترك التاج بالسلق أحسن مشان ما يسود الباذنجان. وبعدين بغسل الباذنجان كتير منيح، وبس خلّص بحط الجزء يلّي شِلته بسفل الطنجرة يلّي بدّي أسلُق فيها الباذنجان، وبعدين بحط الباذنجان فوقُن. أنا هون ما عندي طنجرة كبيرة بتساع كل الباذنجان لهيك رح أعملُن على دفعتين، انتو استخدموا أكبر طنجرة عندكن. وبعدين حطيت فوقُن شقفة نضيفة خاصة بالطبخ، وحطيت فوقا تقّالة يلّي بكبُس فيها ورق العنب، وإنتو فيكُن تستخدموا صينية أو صحن تكبسوها بمرطبان، ببيدون، طبعاً كلّه حسب حجم الطنجرة وحسب الكمية، أي شي مشان ما يطلعوا أو ما يطوفوا الباذنجانات لفوق. وبعدين حطيتلّن مي، ولازم المي تغمر الباذنجانات، وهلّأ بحطّو عالنّار وبتركو لحتّى يغلي منيح، بس يغلي هاي الغلوة متل مو شايفين بالفيديو الغلوة القوية وقتا بعيّر الساعة. إذا بدكن ياه مستوي وطري كتير لازم تتركوه بعد ما يغلي 24 دقيقة، وإذا بدكن ياه قاسي وفيو قرطة وبيتقطّع بالسكين لازم تتركوه تقريباً 20 دقيقة. وعالحالتين يُفضّل إنكن تشيلوا باذنجاناية وتتأكدوا إذا نتيجة الاستواء بتناسبكن أو لأ. أنا تركتُن 25 دقيقة بعد ما غلو وكانوا بالنتيجة اللي بدّي ياها تماماً. وهلّأ فوراً لازم برّدُن بمي باردة مشان ما يكملوا استواء ويصيروا مستويين أكتر من اللازم. ونصيحة سمعتا من حماتي، إذا عندكن دفعة باذنجان تانية بدكن تسلقوها ما ترجعوا تحطوها بنفس المي السخنة، لازم ترجعوا تحطولا مي باردة وتسلقوها من أول وجديد لأنه بي هاي الطريقة بيسود الباذنجان. وهلّأ بتركُن ليبردوا شوي، وبعد ما يبردوا بشيل التاج وبقص الرّاس شوي مشان يطلع الشكل مرتّب أكتر متل مو شايفين بالفيديو كتير سهل. وهلّأ بعد ما خلّصنا إجا وقت التمليح، لازم يكون عنّا ملح صخري، منشق الباذنجاناية بالسكينة ومنملّحها بطرف السكينة، طبعاً حسب حجم الباذنجاناية بس يعني براس السكينة منملّحها مو كتير، ومنسكّرها ومنكبسها متل مو شايفين بالفيديو. ولازم نكبسُن بقلب مصفاية، طبعاً منحط بقلب المصفاية شقفة نضيفة للطبخ، منكبس الباذنجان فيها، منحط فوقا صينية أو صحن أو أي شي، وهلّأ بدنا نحط عليهن شي تقيل لحتّى تصفّي ميّة المكدوس، طبعاً بالتدريج. أنا أول شي حطيت مرطبانين مي، بعدين حطيت بيدون، وتاني يوم الصبح حطيت بلوكة. أنا أخدوا معي كبس يومين بعدين شِلتُن وحطيتُن قدّام المروحة تقريباً ساعة، وهيك كانت النتيجة النهائية، المكدوس ناشف منيح وجاهز للحشي. وهلّأ لتحضير الفليفلة لحشوة المكدوس أو لدبس فليفلة طريقة كتير سهلة. أول شي منجيب فليفلة النوع يلّي انتو بتحبّوه، حدّة، حلوة، بين الحدّة والحلوة، النوع يلّي انتو بتفضلوه والكمية يلّي انتو بدكن ياها. أول شي منغسُل الفليفلة، نغسلا كتير منيح، بعدين منحطّا منخلّيها تصفّي بمصفاية. وهلّأ إجا وقت إنّو نقطّع الفليفلة، قطعوا الفليفلة بالطريقة يلّي انتو بترتاحوا فيها، ما في قانون معيّن، مهم انتو تكونوا مرتاحين انتو عم تشتغلوا، وأهم شي إنكُن تشيلوا البذور من جوا. هي كل القصّة، منقطّع الفليفلة، مننضّف البذور وبس. أنا هون جرّبت أكتر من طريقة بالتقطيع لحتّى أشوف الطريقة يلّي بتناسبني.
طبعًا إذا كنتوا جايبين الفلافلة حدّين ما تنسوا إنه لازم تدهنوا إيديكن بزيت زيتون بعدين تلبسوا كفوف، وهيك صارت الفلافلة جاهزة. هلأ منجيب شقفة نضيفة منحطّها على السطح أو على البرندا أو بأي مكان فيو شمس، منحط الفلافلة عليها بهاد الشكل، ولازم يكون القسم الداخلي للفلافلة هو يلّي على الشمس لإنّه هو يلّي فيو عُصارة أكتر. أنا أخدت معي يومين وكانت جاهزة، في عالم تاخُد معها أكتر، في عالم أقل حسب طبيعة الجو وحسب كمية الشمس يلّي عم تتعرّض لها الفلافلة. وطبعًا إذا ما كان عندكن شمس بمنطقتكن فيكن تستخدموا الفرن، وهيك صارت الفلافلة جاهزة متل ما بدّي إياها تماماً بهاد الشكل، مَعنا ناشفة على الأخير ومحمّصة وبنفس الوقت مَعنا طريّة كتير وفيها سوائل، هيك تماماً شكلا ممتاز متل ما بدّي. وهلأ صار وقت إنه نطحن الفلافلة. أنا ما عندي طاحونة كهربا لهيك طحنتها على الخلّاط، بس بصراحة بتعذّب، يعني إذا عندكن كميّات كبيرة رح تتعذّبوا، يُفضّل يكون عندكن طاحونة كهربا أو طاحونة يدوية، وهيك صاروا جاهزين. شوفوا ما شا الله اللون كتير طالع حلو والفرمة ممتازة، ما بدّو شي أبداً، سهل وبسيط وأنضف من الجاهز. وهلأ بس ضل إنّي حطلّن ملح، وأنا استخدمتُن لحشوة المكدوس. حطيت الفلافلة وفوقا جوز أو المكسرات يلّي بتحبّوها وبالكمية يلّي بتحبّوها، وبعدين حطيت توم والكمية حسب الرغبة، وحطيت زيت زيتون، بحرّكُن سوا وهيك صارت حشوة المكدوس جاهزة. شوفوا لي على هاللّون شو حلو، ما شاء الله كتير طعمتا طيبة. وهلّأ ببلّش أحشي، إذا بتحبّوا حشوة المكدوسة تكون كتيرة كتروا حشوة، إذا بتحبّوا الحشوة تكون قليلة قلّلوا حشوة، هاد الشّي اختياري بالكامل، وهاي الطريقة كتير سهلة متل مو شايفين بالفيديو. وهلّأ صار وقت نصفّي المكدوس بالمرطبانات ونرصُن منيح مشان ما يستهلكوا زيت كتير، وبعدين بضيف الزيت النباتي على دفعات لحتّى أغمر كل المكدوسات، وهيك بيكون خالص المكدوس. طلعت معي الكمية مرطبانين، كل مرطبان كيليين، وهو لازم نتركه أقل شي 10 أيام 15 يوم، بس أنا فتحته بعد أسبوع والنتيجة عن جد صدمتني، كتير طلع طيب كتير طلع طري ولونه حلو مو ناقصه شي أبداً أبداً، وكل يلي داقه حبّه. وإنتو يا ستات البيوت عطوني رأيكن بهالمكدوسات وإن شاء الله صحّة وعافية.